سر فسيخ الشتا المزبت هتعرفوه النهاردة في مطبخ كاما وبس. النهاردة أقوللكم على طريقة تحفة طلع معاكم الفسيخ قمر، وكمان هقولكم ازاي تختاروا السمكة البلدي اللي تطلع معاكم طرية وقمر بالشكل ده وكمان لونها أحمر. تابعوا الفيديو للآخر عشان أقولكم على كل الأسرار اللي هتطلع معاكم الفسيخ أحلى من بتاع برا بالظبط، وكمان هتعملوه دايما في البيت وهتبطلوا تشتروه من برا. مبدئيا لما نختار سمكة الفم بتاعها ما يكونش طويل شوية. ليه؟ علشان السمكة تكون بلدي وكمان تفضل معانا طرية ما تنشفش في التخليل، وكمان يكون العيون بتاعتها لسه بحالتها ممتازة يعني، وكمان القشور بتاعت السمك ما بتتحركش ولا ما بتطلعش لما بحركها بإيدي يمين أو شمال، وكمان يكون شكل السمكة كده بتلمع، يعني كمان عيون السمكة بتلمع زي ما انتوا شايفين بالظبط. ده السمكة بتكون فريش وكمان الخياشيم بتاعتها بتكون أحمر دم كده، لسه السمكة فريش في حالتها زي الفل، دي ينفع على طول نخللها. لكن لو السمكة ما كانتش فريش ما انصحكيش انك تبدأي تخلليها وتخسري فلوسك عامة. لكن في حالة ان لقيتي سمكة متوفر فيها كل الشروط اللي انا قلتلك عليها، يلا نبدأ معانا طريقة الفيديو وتاكلي ان شاء الله بالهنا احلى فسيخ. مبدئيا انا جبت السمك وغسلت الخياشيم بتاعته غسلة ممتازة واتخلصت من كل الدم الموجود فيها، وطبعا انا بخلي راس السمكة لتحت انا وبغسل فيها، وبعد كده حطيتهم في مصفى الراس بتاعتهم لتحت وسبتهم 3 4 ساعات. طبعا لو انت عايزة تخليهم لتاني يوم علشان تتأكدي انه اتصفوا من كل المية وخلاص الخياشيم بتاعتهم نشفت، فهتغطيهم بحاجة كده خفيفة علشان ما فيش اي حشرات تروح لهم. انا سبتهم بس 3 4 ساعات لحد ما تصفوا كويس خالص، وبعد كده بالمنديل جيت انشف الخياشيم مكشور ان الخياشيم تكون ناشفة، وبعد كده هحضر الخلطة اللي هخلل بيها السمك. الخلطة عبارة عن ايه؟ عبارة عن ملح خشن وشطة حارة، مش هضيف كركم ولا اضيف اي لون تاني خالص، هو بس هكتفي بالشطة والملح زي اللي بيعملوه في المحلات بالظبط. جبت حوالي كيلو من الملح الخشن، طبعا ضروري يكون ملح خشن علشان اتحكم في الملوحة بتاعة الفسيخ بتاعي، عشان اي حد حتى لو عنده الضغط ونفسه في الفسيخ يقدر ياكل الفسيخ وهو مطمن. فاحنا ضروري نعمل الفسيخ بالملح الخشن، كده اضمن لنا ان احنا نطلع فسيخ الملح بتاعه مظبوط. وهنا البكس بتاعي اللي انا هخلل فيه الفسيخ ضروري يكون ناشف من المية. جبت في ارضية الباكس حطيت كده شوية ملح خشن وشوية من الملح اللي انا حطيت لهم شطة، وبفرشهم كده في الباكس، وبعد كده هبدأ اخلل الفسيخ القمر بتاعي. بجيب السمكة كده وافتح الخياشيم بتاعتها واكبسها من الملح والشطة، اكبسها كده لحد ما الخياشيم تفضل مفتوحة زي كده السمكة المطحنطة بالظبط. عملت الصف كله كده بالشكل ده، اخد معايا 3 سمكات، وطبعا بحط شوية ملح على جسم السمكة برضو ضروري. والصف التاني بعمله العكس، يعني الديل في الصف التاني مقابل الراس في الصف الأول والعكس، لحد ما اخلص كل الكمية بالشكل ده، يبقوا السمك كده عكس بعض.
السمك بتاع النهاردة الحجم بتاعه كبير، السمكة كده كيلو، حجم كيلو، ما كانش فيه اصغر من كده. وبصراحة ده احلى، يعني انا بحب السمكة تكون كبيرة تطلع ملحمة وقمر. بعد ما خلصت كل الكمية بجيب شوية ملح برضه احطهم على السمك من فوق. كان الملح اللي حطيت له الشطة ده خلص، فجبت ملح تاني زودته من فوق. بعد كده جبت ورق الزبدة، طبعا ورق الزبدة ده مش هيدوب خالص في الفسيخ، فانا جبت ورق الزبدة وغطيت بيه، وجبت كده حوالي 2 كيلو من الملح وتقلت بيهم السمك. بدل ما نجيب كده حاجة تقيلة انا حطيت ملح كده كده، مش هيملح الفسيخ، ومضمون هيطلع يعني زي ما حطيتهم كده. انا هطلعهم، هتشوفوهم معايا لحد ما اطلع الفسيخ. هغطيهم واقفلهم تقفيلة حلوة خالص. طبعا هغلفهم بالبلاستيك راب، وكمان بعد ما اغلفهم بالبلاستيك راب هغطيهم، يعني هكفلهم بكذا كيس، وهكتب عليهم التاريخ علشان ما انساش اليوم اللي انا عملتهم فيه. يعني بقفل تقفيلة حلوة خالص بالراب علشان ما يطلعليش اي ريحة في الوقت اللي هو هيتخلل فيه. طبعا احنا بنشيله في مكان ما فيهوش رطوبة، يعني في المطبخ، في دولاب الخزين، في الحاجات اللي هي قريبة مننا ده، علشان نضمن ان المكان ده ما يكونش فيه رطوبة. بعد 3 ايام المفروض ان احنا نفتح البوكس ونقلب السمك، اللي تحت فوق واللي فوق تحت. وكمان بعدها ب3 ايام تانية و4 ايام بنفس القصة نرجع نقلبهم كمان مرة، وهسيبهم 20 يوم ونرجع نفتحهم بعد 20 يوم. ده التاريخ اللي انا عملتهم فيه 27/9. مش هكتفي بالبلاستيك ده بس، برضو هاخد الباكس واحطه في كذا كيس. وهنا خلاص الوقت بتاعه عدى عليه 20 يوم. النهاردة 18/10. هنفتح على الفسيخ، هتشوفوا الحلويات اللي في الباكس ده قمة في الروعة. اسهل من كده مفيش، يعني احنا عملناهم مع يعني 20 يوم، وهتبدأي تاكلي فيهم على طول، هتطلعي احلى فسيخ بدل ما تروحي تشتريه من بره. هتشوفوا كمان الملح اللي حطيته على ورق الزبدة زي ما هو، الورق محصلوش اي حاجة خالص. شايفين الزبدة عاملة ازاي؟ وكمان هفتح لكم واحدة النهاردة هتشوفوها من جوه، اللون بتاعها احمر وزبدة ودايبة دوب، والملح بتاعها مظبوط ملهوش حل، يعني اي حد يقدر ياكل منه. نفتح واحدة ونشوف. شايفين اللون الاحمر ازاي؟ علشان السمكة بتاعتي فريش. عايزة اقولكم السمك طالع خطير، الفسيخ طالع ملهوش حل. اللحم بتاعه زي ما انتوا شايفين هنا فصوص فصوص، واللون احمر، وكمان دايبة دوب والزبدة والملح مظبوط على الشعرة، يعني اي حد يقدر ياكل منه، ياكل كده وهو مطمن، ملهوش حل. اخد معانا 20 يوم، مفيش تعب خالص، يعني مفيش اسهل من كده، فاحنا نعمله في البيت. شايفين هنا عامل ازاي؟ ده يبدوب ملهوش حل كده زبدة.
أتمنى الطريقة تكون عجبتكم، طريقة سهلة خالص وبسيطة وكمان مضمونة 100%. فياريت الكل يعمله في البيت وبلاش نشتريه من برا. أتمنى اللي عجبه الفيديو ما ينساش لايك وشير للفيديو علشان الكل يستفيد، واللي أول مرة يشوف قناتي أتمنى يشترك ويفعل زر الجرس. تابعوا صفحتي على الفيسبوك. إن شاء الله نشوفكم على خير في فيديو جديد. See you. باي باي.